عارف ليه أسئلة النحو في الامتحان بتبان سهلة ومع ذلك بتوقع عندنا نص الدفعة؟ طلاب أولى إعدادي النهاردة مش بس هنراجع النحو، ده احنا هنكشف عن كل تريكاته اللي بيحط الامتحان ذات نفسه بيراهن إن أنت هتقع فيها وهتغلط. في الدروس اللي جاية بإذن الله هنعرف كل التريكات وكل الأسئلة المهمة اللي بتيجي في النحو، وهنفهم المنهج كله حرفيا إذا كان شرح أو تطبيق. هخليك تخرج من الفيديو وأنت مهكر العربي، وهتكون الدرجة النهائية في جيبك بإذن الله. جهز الكتاب وجهز نفسك ويلا بينا نخلص على نحو أولى إعدادي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبايبي ابطال المرحلة الإعدادية، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. معاكم استاذ عبد الله عواد، وبإذن الله الفيديو بتاع النهارده لاخواتنا وحبايبنا أولى إعدادي. النهارده يا بطل هيكون ميعادنا مع مراجعة الشهر. امتحاناتك قربت وخلاص كده، كلها كام يوم علشان تستعد للامتحان، فانا جاي يا حبيب قلبي كده علشان ايه؟ ازقك زقه علشان تقدر تخش الامتحان وتقفله باذن الله. كل اللي انا محتاج منك بس ان ايه؟ ان دماغك كده وعينك تكون معايا، وباذن الله هتقفل العربي. النهارده باذن الله هيكون مراجعه الوحده الاولى، وعندنا درس النحو، وعندنا الملامح البلاغيه هنتكلم عليها، وكل حاجه من الحاجات دي هنفصلها واحده واحده علشان تخش واثق نفسك في الامتحان. بس قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتنزل تشترك في القناه، زائد كمان ان انت تعمل شير للفيديو لكل اصحابك، خلي غيرك يستفاد. وبخصوص الفيديوهات اللي مش بتوصل لك اول باول، كده كده المنهج كله هينزل لك على مدار الترم. في عندنا جروب على الواتساب هتلاقيه موجود عندك في صندوق الوصف، هتلاقيه موجود تحت عندك، انزل اشترك فيه علشان يوصل لك الفيديوهات على طول اول باول. ومش بس فيديوهات، ده ملخصات وامتحانات، وفي عندك برضو شويه معلومات كده بننزلها بتفيدك، فانت هتستفاد، يعني هتستفاد. وشكرا طبعا على كل الناس اللي بتعمل كومنتات، باذن الله نكون عند حسن ظنكم ونفضل كده ايه؟ نقدم لكم كل ما هو مفيد وكل حاجه تنفعكم. صلوا على النبي، زيد النبي صلاه، ويلا بينا يا سيدي نبتدي عندنا ونشوف ايه هو اول درس هنتكلم فيه في النحو. طبعا عندي من حيث دروس النحو اللي هتيجي عندك مبدئيا عندك هيجي لك الافعال المتعديه لمفعولين ليس اصلهم مبتدا وايه؟ مبتدا وخبر. افعال تنصب مفعولين ليس اصلهم مبتدا وخبر. خدنا السنه اللي فاتت ظنة واخواتها، وظنة واخواتها كانوا بيعملوا، قال لك والله ظنة واخواتها كانوا بينصبوا مفعولين، بس المفعولين اللي كانوا بينصبوهم كانوا اصلهم بيبقوا مبتدا وخبر. ازاي يعني يا مستر؟ تعالى يا سيدي اما اديك ايه؟ اما اديك مثال. تعالى كده اما نغير بس ايه؟ اهو. يلا يا سيدي، لو جيت قلت لك والله ظن الرجل الطفل نائما، ظن الرجل الطفل نائما، فظن هنا يا حبيب قلبي ده هنا عندي الفعل. طيب واحنا درسنا ان ظن ده عندي بينصب كم مفعول؟ ظن ده عندي بينصب مفعولين. فين هنا المفعولين؟ هتقول لي والله الطفل نائم. حلو قوي. نمسح ده بقى كده ايه؟ نمسح ده كده كله، نمسح كده ايه؟ ده كده كله، وتعالى كده اما نشوف عندي الطفل نائم. الطفل نائم ده كده يا مستر، تعالى يا ولد اثبت اهو. هنا عندي يا مستر الايه؟ الطفل نائم ده كده عندي المفعولين، بس المفعولين دول لو بصيت عليهم هتلاقيهم عندك جمله ايه؟ جمله اسميه. جمله ايه؟ اسميه. يعني كده ايه اللي حصل؟ هتقول لي يا مستر اللي حصل ان ظن نصبت عندي مفعولين، بس مفعولين اصلهم مبتدا وخبر. طيب نرجع تاني لكلامنا. قال لك يا سيدي الافعال اللي احنا هناخدها دلوقتي والافعال اللي عندك السنه دي هي افعال عندك عادي تنصب مفعولين، بس مفعولين ليس اصلهم مبتدا وخبر. ويجي هنا يا سيدي مثلا عندنا افعال بتنصب مفعول به واحد، زي مثلا يا سيدي برضه عندنا من ضمن الامثله هنا قال لك كتب الطالب الدرس. فين هنا الفعل عندك؟ الفعل هنا عندك كتب. طيب هنا الفعل عندك كتب، يبقى دي كده مبدئيا يا مستر جمله فعليه. لازم تسال نفسك دي جمله اسميه ولا جمله فعليه؟ طيب هنا كتب ده فعل. طيب مين اللي كتب؟ الطالب. مين اللي كتب؟ الطالب. الطالب هيبقى فاعل. كتب ايه؟ كتب الطالب.
كتب الطالب ماذا؟ الدرس، يبقى الدرس ده هتبقى مفعول به. إذا يا سيدي كتب دي نصبت كام عندي مفعول؟ نصبت مفعول به واحد. طيب يعني احنا كده عندنا أفعال بتنصب مفعولين، وعندنا أفعال بتنصب فعل واحد، وفي أفعال عندي بتنصب مفعولين ليس أصلهم مبتدأ وخبر. هم مين بقى يا مستر؟ هقول لك يا سيدي تعالى كده أما نشوف. قال لك وأفعال تانية، وأنت عندك أفعال تانية بتنصب مفعولين، قال لك أصلهم مبتدأ وخبر، عندنا زي مين؟ زي ظن وأخواتها. بس يا سيدي قال لك في عندنا بقى أفعال تانية بتنصب مفعولين ليس أصلهم مبتدأ وخبر. قال لك في عندنا أفعال بتنصب مفعولين ليس أصلهم مبتدأ وخبر. هفهمك الدنيا ماشية إزاي واحدة واحدة عشان ما تتوهش مني. بص يا سيدي، فين السبورة؟ بص يا حبيب قلبي، فين الايه اهو، نمسح كده. بص يا حبيب قلبي، انت هنا عندك الافعال عموما اهو. الافعال عندك افعال تنصب كم مفعول به؟ عندنا افعال بتنصب مفعول به واحد، وعندي افعال بتنصب مفعولين. اصلهم ايه ولا؟ اصلهم مبتدا زائد خبر. اصلهم مبتدا وايه؟ وخبر، اللي هم مين؟ اللي هم ظن واخواته. لا مين ولا؟ ظن واخواته. وعندي افعال تانية بتنصب مفعولين بس ليس اصلهم مبتدا وخبر، اللي هم مين يالا؟ اقول لك والله اللي هم الافعال اللي احنا هناخدهم النهارده، اللي هم بيسموا منح واخواتها. منح وايه؟ واخواتها. فهمت الدنيا ماشيه ازاي؟ طيب يا مستر تعالى كده اما نرجع. فين ولا؟ اهو. ايه هم يا مستر الافعال اللي بتنصب مفعولين ليس اصلهم مبتدا وخبر؟ اعطى، منح، منع، كسى، البس، سال. تاني كده يا مستر، قال لك والله يا سيدي اعطى، منح، منع، كسى، البس، سال. ولازم لازم عندي سال تيجي بمعنى الطلب. لازم سال تيجي بمعنى ايه؟ تيجي بمعنى الطلب. يبقى تاني ايه هي كده الافعال؟ قال لك اعطى، منح، منع، كسى، البس، سال. ولازم كلهم يا حبيب قلبي يجوا بمعنى الطلب. ان انا بطلب من، قال لك اللي هو سال اسف لازم تيجي بمعنى الطلب. وعايز اقول لك حاجه، ايه الافعال اللي انا اديتها لك دي؟ في افعال تانية كتير. يعني هل هم دول بس؟ لا، في افعال تانية. طيب ايه هي الافعال التانية؟ تعالى كده اما نشوف ايه هي الافعال التانية اللي عندنا. قال لك والله اعطى، منح، كسب، رزق. عندي منع وحرم، عندي كسى والبس، وعندي عرف، وعندي برضو في بعض الافعال لقيناها زي فعل يزيد او زاد. كل دول افعال عندي بتنصب مفعولين. طيب يا سيدي، هو لو هيجي يلعب لك عليها في الامتحان، هيجيب لك الافعال اللي انا قلتها لك دي بس، اللي هي اعطى، منح، منع، كسى، البس، سال. تمام؟ ركز معايا بقى يا حبيب قلبي، تعالى كده اما نشوف المثال ده عندنا. اعطى الغني الفقير مالا. اعطى الغني الفقير مالا اهو. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا مستر انا لاحظت كده اول حاجه ان في عندي اعطى، في عندي ايه؟ اعطى. يبقى دي يا مستر جمله فعليه، وفعلا عندك حق. هنا اعطى ده فعل. طيب انت شطور قوي بقى، انت شطور قوي قوي وعايز تعرف الفعل ده بيتعرب ايه؟ هنعربه فعل ماضي مبني على الفتح. فعل ماضي مبني على الايه؟ فعل ماضي مبني على الفتح. طيب ما دام دي جمله فعليه يبقى في اركان بتاعتها، لازم تبص تيجي في دماغك كده على طول. ما دام جمله فعليه يبقى في اركان بتاعتها، فعل وفاعل ومفعول. طيب احيانا المفعول به مش لازم على طول. طيب اعطى الغني، اعطى الغني، الغني هنا تتعرب ايه؟ تتعرب
فاعل مرفوع بالضم، فاعل مرفوع بالايه؟ بالضمه. وهنا يا سيدي الكل اصبح عندنا الفعل والفاعل، ناقص انهي ركن؟ على عموما برضه عشان ايه تاخدها ليك كده ايه حكمه ونصيحه، علشان تجيب الفاعل بتسال بمين؟ علشان تجيب الفاعل بتسال بمين؟ هو مين اللي اعطى؟ هتقول لي الغني، فالغني هنا فاعل لان هو اللي قام بفعل العطاء. حلو جدا. طيب اعطى الغني الفقير مالا، ماشي، جبت هنا الفاعل وجبت الفاعل، ناقص مين؟ ناقص المفعول به. هقول لك بس واحده واحده كده، هو هنا هيكون عندك مفعول به واحد؟ هتقول لي لا يا مستر ده هيكون عندي كم مفعول به؟ هيكون عندي 2 مفعول به، علشان يا مستر انت قلت لنا ان الفعل اعطى، الفعل اعطى هنا بينصب عندي مفعولين. فين يالا المفعولين اللي عندك؟ تعالى كده اما نشوف. الفقير مفعول به اول، الفقير هيتعرب مفعول به اول منصوب وعلامه نصبه الفتحه. طيب ومالا مفعول به ثاني منصوب وعلامه نصبه الفتحه. مستر هو امتى بيتنسب بالفتحه وامتى بيتنسب بالكسره والكلام ده يا مستر؟ فهمني. تعالى، اعطى اول ما لقيتها، نركز بس تاني كده في اللي احنا ايه قلناه، اعطى اول ما لقيتها وش عندي 2 مفعول به اللي هم مين؟ الفقير ومال. اوكي زي الفل. شوف بتكلم لغات اهو كمان مش عربي بس، ركز معايا كده وتعالى اما اقول لك امتى النصب عندي بيكون بالفتحه وامتى النصب عندي بيكون بالكسره والهليله دي. بص يا سيدي، النصب امتى يا مستر عندي بنصب بالفتحه؟ امتى يا مستر عندي منصب بالفتحه؟ وامتى بنصب بالكسره؟ وامتى بنصب بالياء؟ وامتى هنا عندي الفتح والالف؟ يبقى هنا النصب عندي بالايه؟ بالفتحه، الكسره، الياء، الالف، دول ايه؟ دول النصب عندي. طيب امتى يا مستر بقول ده منصوب وعلامه نصبه الفتحه؟ انا نفسي اعرفه، انا من زمان يا مستر انا مش بعرف اقول ده منصوب بالفتحه ولا بالكسره ولا بالياء ولا الكلام ده كله. طيب بص يا سيدي، يعني قول لي يا مستر، يعني قول لي بالهنا والشفا، ركز معايا. قال لك فتحه او بالفتحه هيبقى عندي منصوب بالفتحه لو مفرد او جمع او جمع تكسير، مفرد او جمع ايه؟ تكسير. طيب والكسر امتى؟ مع جمع المؤنث. طيب يا مستر امتى بالياء؟ لما يبقى مثنى او جمع مذكر. وامتى الف؟ مع الاسماء الخمسه. ايه هي الاسماء الخمسه يا مستر؟ اهو اب، حم، اخ، فو، ذو. يبقى تاني كده النصب عندي نصب بالفتح، اسمعهم لك اهو. عندي نصب بالفتح لما يبقى مفرد او جمع تكسير، او عندي نصب بالياء لما يبقى ايه يا مصر؟ نصب بالياء عندي لما يبقى مثنى او جمع مذكر. طيب وعندي كمان نصب بالالف. امتى النصب بالالف يا مستر؟ قال لك النصب بالالف مع الاسماء الخمس، اب، حم، اخ، فو، ذو. وعندي برضه نصب بالايه؟ عندي نصب بالكسر، جمع مؤنث سالم. دول كده ادوات النصب كلها. اوعى تقول لي منصوب بالضمه او منصوب بالواو او منصوب بالكلام اللي انت بتقوله ده، هديك على لسانك، ركز معايا. تعالى لما ناخد امثله، يلا يا سيدي. قال لك والله هنا عندي اول مثال خالص. صحيح ولا لو انت عايز البي دي اف انا عينيا ليك، بس كل اللي انا طالبه منك بس ابعت لي رساله على الواتساب وانا هبعت لك البي دي اف وعليه هديه، ما تقلقش. بس اطلب انت بس، اهم حاجه تذاكر.
اهم حاجه تذاكر. تخش على الواتساب وقول لي يا مستر عايز البي دي اف هبعته لك، بس اهم حاجه ان انت تاخد ذاكر. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. هنا طبعا مبدئيا هيكون ايه؟ هيكون عندي اول كده مثال. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لك منح الله الانسان عقلا. منح الله الانسان عقلا. طيب مبدئيا كده عندي الفعل ايه؟ هنا لقيت عندي الفعل منح. حلو. ما دام هنا لقيت عندي فعل يبقى دي جمله فعليه. وادي الفعل. منح فعل ماضي مبني على الفتح. طيب ما دام لقيت فعل يبقى في فاعل، مش في حد المفروض هيمنح، حد هيقوم بالفعل ده. طيب احنا قلنا بنسأل بمين؟ مين اللي هيمنح؟ الله. الله هنا لفظ الجلالة فاعل. فاعل مرفوع بالايه؟ بالضمه. حلو يا سيدي. ما دام لقيت الفعل ولقيت الفاعل يبقى مستر احيانا بيجي المفعول به. ده مش احيانا، ده اكيد. ليه بقى يا مستر؟ هقول لك يلا. ده هنا عندي الفعل ايه؟ منح، اعطى، منح، كسى، رزق، لبسك. دول من الافعال ايه؟ قال لك دي من الافعال اللي بتنصب مفعولين. فهنا انت مش عندك مفعول به واحد، ده انت عندك اثنين. فين المفعول به الاول؟ اهو الانسان. وفين المفعول به الثاني؟ عقلا. طيب هيتعربوا ايه يا مستر؟ هقول لك والله من حيث الانسان هيتعرب مفعول به اول منصوب بالفتحه. طيب وعقلا هيتعرب مفعول به ثاني منصوب بالفتحه. مفعول به ثاني منصوب بالفتحه. ليه منصوب بالفتحه؟ الانسان ده مفرد وعاقلا دي برضه مفرد. طيب اهو يعطي الولدان ابنيهما هديتين. طيب جمله اسميه ولا جمله فعليه؟ هتقول لي جمله فعليه. يعطي. طيب ما دام يعطي هنا ده عندي ايه؟ يعطي ده هنا عندي الفعل. طبعا يعطي ده فعل مضارع. فعل مضارع ماله؟ مرفوع بالضم. ثانيه واحده اما نشرح. فعل مضارع ماله؟ اقول لك والله فعل مضارع مرفوع بالضم. طيب ما دام هنا يا مستر دي فعل يبقى دي جمله فعليه. اركان الجمله الفعليه تنزل لي فعل وفاعل واحيانا المفعول به. بس هنا مش احيانا، ده هنا اكيد. ليه؟ علشان الفعل يعطي. عشان ايه؟ الفعل يعطي. طيب انا جبت الفعل وفين الفاعل؟ اهو الولدان. مين اللي هيعطي؟ الولدان فاعل مرفوع بالالف لانه مثنى. فعل مرفوع بالايه؟ بالالف لانه مثنى. فين المفعول به الاول؟ ابنيهما. فين المفعول به الثاني؟ هديتين. فهنا والله ابنيهما هقول لك مفعول به اول منصوب بالياء. ليه يا مستر مفعول به اول منصوب بالياء؟ كل اللي هقول لك ان انت ملي عينك كده واقرا ابنيهما وبص كده هديتين. ابنيهما وهديتين. فكده هتبقى اصبحت ايه؟ كده اصبحت مثنى. وما دام مثنى، المثنى يا مستر اهو كنت واقف المثنى منصوب بالياء. نرجع ونشوف اهو. ملي عينك ملي عينك. المثنى هنا عندي والجمع المذكر بيكون منصوب بياء، بيكون منصوب عندي بالياء. نرجع تاني. يلا. قال لك منع الاب ابنه الخروج. طبعا هنا يكون مفعول به اول منصوب بالياء وهكذا المفعول به الثاني منصوب بالياء. طيب منع. طيب يا مستر منع دي كده جمله فعليه. منع فعل ماضي مبني على الفتح. مين اللي منع؟ هتقول لي الاب. مين اللي منع؟ الاب. يبقى هنا الاب هيتعرب فاعل مرفوع بالضمه. فاعل مرفوع بايه ولا؟ بالضم. حلو. جبت الفعل وجبت الفاعل. احيانا مصر بيجي المفعول به. لا ده اكيد. اللي اكده الفعل منع. الفعل منع هو اللي اكده يا حبيب قلبي. يعني كده اصبح عندي في اتنين مفعول به. فين المفعول به الاول؟ ابنه. وفين المفعول به الثاني؟
الخروج. فهنا ابنه هيكون مفعول به اول منصوب بالفتحه. ليه منصوب بالفتحه؟ اقول لك لانه مفرد. طيب يا سيدي وفين هنا مفعول به الثاني؟ الخروج، اصبحت برضه منصوب بالايه؟ بالفتحه. طيب ما تيجي كده اكلمك على حاجه. انا قلت لك ان هما بينصبوا مفعولين ليس اصلهم مبتدا وخبر. ما تمسح كده اللي فات ده كده كله، امسحه كده ايه كله كانه مش موجود، وشوف كده الكلمتين دول اللي هما المفعول به الاول والمفعول به الثاني. بص كده، هل كلمه ابنه الخروج دي جمله فعليه؟ لا. طب جمله اسميه مكونه من مبتدا وخبر؟ لا. علشان كده لما جينا نسمي اللهم صل على النبي، جينا نسمي الدرس ده اسمه الافعال التي تنصب مفعولين. فين المفعولين؟ اهو. اصلهم مبتدا وخبر؟ لا. اصلهم لا، ولا اصلهم اي حاجه. فقال لك يا سيدي تعالى اما نشوف اللي فوق اهو. ابنيهما هديتين. ابنهم هديتين او اولادهم الاثنين هديتين. بذمتك دي جمله؟ لا. طب دي حاجه ولا اي حاجه ولا تمت الواقع بصله اصلا، ولا دي جمله ولا مفهومه. طب بص كده اللي فوقها، المفعولين كانوا الانسان عاقل. طيب يا سيدي الانسان عاقلا دي هل جمله اسميه؟ لا. هل جمله لا. هل اي جمله اصلا؟ ولا ليها اي معنى. علشان كده قلت لك ان هو بينصب مفعولين ليس اصلهم مبتدا وخبر. طيب ماشي، ركز معايا يا معالي الباشا ويا سيدي الكل. قال لك والله في تريكات مهمه كده عايزين نتكلم عليها. قال لك بص يا سيدي، الفعل المضارع والامر. الفعل المضارع والايه؟ والامر يعملان عمل الماضي. يعني ايه يعملان عمل الماضي؟ ايه يا مستر الاعمال والسحر؟ لا والله يا سيدي انا بقول لك ان الفعل مثلا منح هو يمنح هو امنح. يعني ايه؟ يعني لو جه في الثلاث افعال عادي ما فيهاش اي مشكله، ولا هيضرنا مش ولا هيضر باي حاجه، ما فيهوش اي مشكله يا حبيب قلبي. امال ايه يا مستر اللي هيحصل؟ هيحصل نفس اللي بيحصل في كل الافعال. يعني يا مستر لو مثلا جاب لي بدل منح جاب لي كلمه يمنح، جاب لي كلمه ايه؟ يمنح. طبعا الطالب اللي اي كلام اللي نص نص هيقول لي ايه يمنح دي؟ انا اول مره اشوفها في حياتي، انا عمري ما شفت يمنح الفعل، ما شفتوش، ما عداش عليا، انا عمري ايه ده يا مستر؟ ده غريب ده. هقول لك واحده واحده بس. مش يمنح هو منح؟ طب مالك بقى في ايه؟ مش يمنح هو امنح؟ هما الاثنين نفس المعنى. طيب ما هو منح هو يمنح هو امنح، اي زمن من الازمنه الثلاثه برضه هتنصب عندي كم مفعول به؟ 2. طيب فيمنح هنا عندي ده الفعل، يمنح هنا عندي ده الايه؟ فعل مضارع. فعل مضارع بص مش قبليه اي حاجه، يبقى فعل مضارع مرفوع بالضمه. طيب هو مين اللي هيمنح؟ المعلم. المعلم هنا يتعرب فاعل مرفوع بالضمه. طيب يمنح المعلم الطلاب اهتمام، الطلاب اهتمام. طيب ايه ده يا مستر؟ اقول لك والله الطلاب ده مفعول به اول واهتمامه مفعول به ثاني. عرفت منين؟ لان الفعل يمنح عندي بينصب مفعولين. طيب الطلاب مفعول به اول منصوب وعلامه نصبه الفتحه لانه جمع تكسير، واهتمام منصوب برضه بالفتحه. بص كده عندك اسأل الله الجنة. بص هنا عندي الفعل ايه؟ اسأل. طيب يا مستر ايه الفعل اسأل ده؟ يا ابن الحلال انت تاني، ما هو اسأل هو سأله هو كلهم. بص كده اهو يا سيدي الفعل عندي ايه؟ الفعل عندي سأل. طيب الفعل عندي سأل ده هو يسأل هو اسأل، هو في كل الأزمنة سواء ماضي أو مضارع أو أمر هيعمل إيه؟ هينصب عندي مفعولين، بس لازم يجوا بمعنى الطلب. يعني هنا جاية بمعنى إيه فعلا؟ هنا جاية بمعنى الطلب. سأل يعني طلب، طلب الله، طلب الإنسان من الله الجنة. ماشي. قال لك طلب ده هنا عندي الفعل، فعل امر مبني على السكون.
فعل امر مبني ايه؟ على السكون. طيب فين الفاعل؟ الفاعل ضمير مستتر تقديره انت. ضمير مستتر تقديره يعني تقديره انت. الله لفظ الجلاله مفعول به اول منصوب بالفتحه، الجنه مفعول به ثاني منصوب وعلامه نصبه الفتحه. برضه ولا اي مشكله ولا اي حاجه، بنمشي زي ما احنا. طيب يا سيدي وتعالى اما نشوف التركايه اللي بعد كده. عندي بعض الضمائر اول ما بتيجي عندي في الجمله او اول ما بتيجي عندي مع منح واخواتها، اول الافعال اللي بتنصب مفعولين ليس اصلهم مبتدا وخبر هي اللي بتكون المفعول به ايه؟ هي اللي بتكون مفعول به الاول. زي ايه؟ زي الضمائر المتصله اللي هي ياء المتكلم، كاف الخطابه، هاء الغيبه، ونال المتكلمين. طيب ايه بقى اللي بيعملوا بيه؟ قال لك والله اذا اتصلت بالافعال، لو اتصلت عندي بالافعال اللي بتنصب مفعولين ليس اصلهم مبتدا وخبر تعرب مفعول به او تعرب ايه؟ مفعول به اول. ازاي يا مستر؟ تعالى كده اما نشوف المثال ده، نحطه كده في الجنب شويه، وتعالى اما اقول لك ان احنا عندنا شويه ضمائر. قال لك الضمائر اللي هي ايه؟ قال لك والله الضمير اللي هو نال المتكلمين وهاء الغيبه والياء والكاف. طيب الضمائر دي ايه اللي حصل؟ قال لك الضمائر دي لو زائد منح واخواتها او الافعال اللي هتنصب مفعولين ليس اصلهم مبتدا وخبر، لو دول زائد منح واخواتها ايه اللي هيتم؟ هقول لك والله لو دول زائد منح واخواتها او بمعنى اصح جت لازقه كده في منح واخواتها، ايه اللي هيتم؟ هي اللي هتبقى المفعول به الاول. يعني كده بص كده، قال لك منحك علما، منحك علما. ايه هنا اللي تم؟ هتقول لي والله يا مستر انا عندي هنا منح او منحتك، ده هنا الفعل، هنا عندي الايه؟ الفعل. وهوبا اقفش عندك الضمير كاف، ودي بتسمى كاف الخطاب. طيب كاف الخطابه دي يا مستر قال لك والله هتبقى ضمير اهو، هتبقى ضمير مبني في محل نصب مفعول به اول. طب والله اهو بص اهو مكتوب تحت اهو، والله بص اهو ضمير مبني في محل نصب مفعول به اول. ده كده الاعراب بتاع الضمير التمام. يبقى احنا كده جبنا المفعول به الاول اللي هو مين يا ولد؟ اللي هو مستر عندنا الضمير كاف الخطابه. طيب فين المفعول به الثاني؟ اهو علما. يعني يا مستر ينفع يعني الضمير يكون مفعول به اول؟ ايوه. ايه هي الضمائر؟ اهو ان المتكلمين، هاي الغيبه، يا المتكلم، كاف الخطابه. قال لك والله يا سيدي فهنا الكاف هنا ضمير مبني في محل نصب مفعول به اول، وعلما مفعول به تاني. طيب يا سيدي ايه هي الضمائر تاني؟ اهو يا سيدي اهو الضمائر ياء المتكلم، كاف الخطابه، هاء الغيبه، نال المتكلمين. تمام؟ وفي برضه ياء المتكلم زي ما قلت، ياء المتكلم. ماشي يا سيدي. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده، رزقك الله خلقا حميدا. فين الفعل؟ الفعل عندي رزق. الكاف ضمير مبني في محل مفعول به، في محل نصب مفعول به الاول، والله هو الفاعل، وخلقا مفعول به تاني. يا حبيب قلبي ركز معايا بقى في اللي جاي علشان هنشرح لمحه بقى. ده شغال ماشي. نجيب بقى اللون ايه؟ نجيب مثلا، طيب يا مستر هو ايه الفرق ما بين الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم؟ انا هعرف لك دلوقتي الفرق ما بينهم في اول مثالين هم هيقابلونا. بص يا سيدي كده، عندي اول مثال جه قال لك فهم الطالب الدرس، فهم الطالب الدرس. طيب يا سيدي صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. فهم، طيب لا دي كده مش باينه، تعالى نجيب اللون الازرق. فهم. طيب فين الفعل عندي؟ هتقول لي والله يا مستر الفعل عندي اللي هو الفعل فهم اهو، ده الايه؟ ده هنا يا مستر عندي الفعل. طيب
هو مين هنا اللي فهمه؟ مين اللي فهمه هنا عندي في الجملة؟ هتقول لي والله يا مستر اللي فهم عندي في الجملة هنا عندي الطالب. يعني الطالب هنا أنا يتعرب إيه؟ يتعرب فاعل. طيب الفاعل هنا أصبح لما جه عندي في الجملة يعني الفعل معاه فاعل، يبقى ده يا سيدي الكل بيسمى فعل مبني للمعلوم. فهم ده فعل اهو مبني للمعلوم. ليه يا مستر مبني للمعلوم؟ لان انا عندي علم بالفاعل. مين اللي فهم؟ مين اللي قام بفعل الفهم؟ الطالب. فده هنا عندي فاعل. ما دام خلاص يا معالي الباشا عندي فاعل يبقى ده فعل مبني للمعلوم. طيب تعالى كده اما نبص على المثال التاني. لو جيت هنا قلت لك فهم الدرس. فهم ايه؟ الدرس. طيب فين الفعل عندي؟ الفعل عندي فهم. طيب مين اللي فهم الدرس؟ لا دي تخينه قوي، ثواني بس كده من ايه؟ ما نصغر القلم شويه. مين اللي فهم الدرس؟ هقول لك والله اللي فهم الدرس عندي في الجمله انا مش عارفه. يعني ايه يا مستر؟ يعني والله قول لي كده بدماغك وبتفكيرك مين اللي فاهم الدرس؟ انت مش هتعرف. ممكن تقول لي يا مستر اللي فهم اللي هنا اللي فهم الدرس الطالب. لا مش لازم يكون الطالب، ممكن يكون المدير، ممكن يكون مثلا ممكن يكون الاب، ممكن يكون الاخ، ممكن يكون اي حد. يعني يا مستر مش الطالب؟ لا طبعا مش الطالب. اما مين اللي فهم؟ انا هنا الله اعلم مين اللي فهم، لان ده هنا عندي فهم مبني للمجهول. يعني ايه يا مستر بقى مبني للمجهول؟ يعني والله مفيش عندي فاعل. مفيش ايه ولا مفيش فاعل. انا مش عارف مين الفاعل، مين اللي قام بالفعل؟ الله اعلم. الله بص والله ما اعرف. طيب انا عرفت منين يا مستر ان ده فعل مبني عندي للمجهول؟ اعرفه منين لو سمحت؟ هقول لك موضوع سهل وبسيط. مبدئيا كده ان هو مش بيكون معاه فاعل. تاني حاجه ان هو بيكون مضموم الاول ومكسور ما قبل الاخر. فهم اهو. انا يعني مش سحر ولا دجال اهو. فهم بيكون مضموم الاول ومكسور ما قبل الاخر. طيب هل ليه علامات تانيه يا مستر؟ تعالى كده اما نشوف الدنيا. بسم الله. تعالى اهو. بناء الفعل للايه؟ بناء الفعل للمجهول. طيب عندنا مبدئيا كده الفعل الماضي من الايه؟ من المبني للمجهول للمبني للمعلوم. هنبدا بالفعل الايه؟ بالفعل الماضي. طيب والفعل الماضي عندي فعل صحيح. ما ننساش كده ان في عندي فعل صحيح وعندي فعل معتل وعندي فعل ثلاثي ورباعي وخماسي. وما ننساش برضو ان هيكون مشرف معانا الفعل الايه؟ الفعل المضارع. طيب عندنا هنا مبدئيا اول مثال عندنا. تعالى كده اما نشوف. كتب محمد الدرس. كتب محمد الدرس. طيب هو هنا يا مستر فعل مبني للمجهول ولا فعل مبني للمعلوم؟ هقول لك والله يا سيدي ده فعل مبني للمعلوم. ليه؟ لأن الفاعل عندي هنا منور. فعل مبني للمعلوم. طيب الفعل المبني للمعلوم عادي. بص كده لما جيت نطق كتب مفيش ولا أي مشكلة. طيب ازاي يا مستر اقدر احول الفعل الماضي الصحيح الثلاثي ده عندي من فعل مبني للمعلوم لفعل مبني للمجهول؟ اول حاجه احذف فاعل غير فعله. احذف فاعل غير فعله. تعالى كده اما نشوف. حذفنا الفاعل. طيب هو مين هنا اللي كتب عندي في الجملة؟ معرفش. زائد كمان ان القاعدة بتقول لك في الفعل الماضي الصحيح الثلاثي، الفعل الماضي الصحيح الثلاثي ضم الاول وكسر ما قبل الاخر. ضم الاول وكسر ما قبل الاخر. فبدل ما تبقى عندنا كتب، لا والله انا هغيرها وهتبقى كتب الدرس. طيب يا مستر هنا هيكون فعل مبني للايه؟ للمجهول. لسببين. اول سبب ان مفيش فاعل، وتاني سبب يا معلم الباشا ضم الاول وكسر ما قبل الاخر، وده كده فعل مبني للمجهول. طيب واحد بقى فلحوصه كده وذكي يقول لي طيب يا مستر ما دام هنا ما عنديش فاعل، اما كلمه الدرس يا مستر تتعرب ايه؟
هقول له بتتعرب حاجه بتسمى نائب فاعل، ولو انت كنت صبرت عليا انا كنت هشرحه لك كمان لما نخلص الدرس ده كده ونخلصه على خير واخش لك على نائب الفاعل. طيب يا سيدي بسم الله، عندنا نخش في اللي بعده. عندنا مثلا زي الفعل اهو، اكرم الاب الضيف. اكرم الاب الايه؟ الضيف. طيب هنا عندي الفعل اكرم، ده فعل مبني للمجهول ولا فعل مبني للمعلوم؟ تعالى كده اما نشوف. هنسال بمين؟ هو مين اللي اكرم؟ الاب. الاب هنا اصبح عندي فاعل، اصبح عندي اصبح عندي فاعل. طيب ما دام هنا عندي فاعل في الجمله يبقى مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ لا للمعلوم، ما انا عندي علم بالفاعل اهو، فده هيكون مبني للايه؟ مبني للمعلوم. طيب ازاي اقدر احول الفعل المبني للمجهول لفعل مبني من المعلوم للمجهول؟ احذف فاعل غير فعله. طيب هنحذف الفعل ونغير فعله ازاي؟ انت تاني ضم الاول واكسر ما قبل الاخر، فبدل ما تبقى اكرم هيبقى اكرم اهو، بص شايف؟ هيبقى اكرم الضيف. أكرم الإيه؟ أكرم الضيف. طيب والضيف هنا التعريب إيه؟ الضيف هنا يا حبيب قلبي هتتعرب عندي حاجة بتسمى نائب فاعل، وده فعل مبني للمجهول. ليه فعل مبني للمجهول؟ لأن أنا ما عنديش علم بمين اللي قام بإيه، بمين اللي قام بإكرام الضيف. أنا ما أعرفش مين هنا اللي قام بإكرام الضيف، عشان كده ده فعل مبني للمجهول. طيب واحد ممكن يقول لي ايه؟ اللي قام باكرام الضيف ممكن اقول ضمير مستتر تقديره هو. طب انت عارف حتى الضمير المستتر اللي تقديره هو ده هيبقى نائب فاعل مش هيبقى الفاعل. ازاي؟ هقول لك كمان شويه، ركز بس معايا. هنا عندي مثلا الفعل زي باع الفلاح المحصول. باع الفلاح المحصول. طيب فعل مبني للمجهول ولا للمعلوم؟ فين الفعل؟ اهو ادي الفعل عندي. طيب مين اللي باع؟ اللي باع عندي الفلاح، فاعل. طيب مش انت عندك هنا علم بالفاعل وعندك علم مين اللي قام بالبيع؟ ايوه يبقى ده فعل مبني للايه؟ لا ده كده يكون فعل مبني عندي للمعلوم. فعل مبني للايه؟ للمعلوم. طيب ازاي يا مستر احول من فعل مبني للمجهول لفعل مبني للمعلوم؟ احذف فاعل غير فعله. بس بقى في حاجه بسيطه في حته تغيير الفعل هنا في الفعل باع. تعالى كده اما نجيب الايه، ما نجيب اللون ده. تعالى كده اما نجيب ايه، نغير الالوان شويه عشان ما نزهقش. ماشي نجيب اللون ايه بقى؟ نجيب اللون بنفسجي. طيب هنا مثلا عندي زي الفعل هو ايه، ما بيكتبش ليه اهو؟ قال لا ماشي. عندي زي الفعل ايه؟ عندي زي الفعل اهو باع. في حد ذكي بقى، حد ذكي قوي 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 يقول لي يا مستر الفعل بعد عشان احوله مبني للمجهول هضم الاول وهكسر ما قبل الاخر. هضم الاول واكسر ما قبل الايه؟ الاخر. هقول له حلو، غلط وانا كنت مستنيك تغلط. تعالى يا سيدي اما نشوف كده اللي انت بتقوله. هو عندي يا سيدي الكل يا معالي الباشا ويا حبيب قلبي، عندي هنا باع. باع هنا الفعل ايه؟ الفعل هنا معتل اجوف، في النص حرف عل. طيب هو في حرف من حروف المد كده بالله عليك وبدماغك ركز معايا، هو في اي فعل او في اي اللي هو اي فعل سواء يعني معتل الاول او الوسط او الكلام ده، في هنا حروف العله ينفع تتحط عليها اي تشكيل؟ حطه فوقيها او تحتها او الكلام ده تشكيل؟ لا ما ينفعش خالص. طيب لو انت بقى بدماغك قلت ينفع يجوز ان احنا نحط عليه ما فيش اي مشكله، اقول لك اقراهولي. اقراه، مش انت قلت ان ينفع؟ اقراه. بص هتقعد تقول لي بويع هتقعد تهوهو للصبح، فده غلط. المفروض يا مستر والله علشان باع نحولها من فعل مبني للمجهول الى فعل مبني للمعلوم. ركز معايا في الحته دي. احنا ممكن نكتفي ان احنا نكسر ما قبل الاخر، يعني هيبقى الفعل ايه؟ بيع. هيبقى الفعل ايه؟ بيع. عندنا باع بيع، صام صيم، خاف خيفه، صان صينه،
نام نيمة، وهكذا في الفعل المعتل الايه؟ في الفعل المعتل الوسط اللي هو زي ايه عندنا؟ والله زي باع الفلاح المحصول، احذف فاعل غير فعله. طيب هنغير الفعل بتاعه ازاي؟ زي ما انت شايف كده يا معالي الباشا، بيع المحصول، بيع المحصول. وكده يا حبيب قلبي الفعل بيع هنا هيكون مبني للمجهول. طيب حذر فذر، المحصول هنا هتتعرب ايه؟ المحصول هنا هتتعرب نائب فاعل. بسم الله. شفت؟ هنقلب معيز هنا علشان المعلومه توصل لك. طيب احذف فاعل غير فعله، هنا احنا قلنا الفعل الثلاثي بيكون ضم الاول وكسر ما قبل الاخر، والرباعي هكذا لما قلنا أكرم، زائد برضه هنا المعتل الوسط باع بيع، صام صيم، خاف خيفة، وهكذا. المحصول بتاعنا ايه؟ اللي بعد الفعل المبني للمجهول بيجي هنا عندنا بيجي نائب فاعل. طب والفعل المبني للمعلوم اصبر هتعمل ايه؟ اصبر. قال لك والله والفعل المبني للمعلوم بيجي معاه فاعل. تعالى كده اما نكتبه. بسم الله. اهو الفعل اللي احنا عايزين نكبر القلم شويه، مش قوي كده، ماشي. يا سلام على التكنولوجيا، ماشي. بص يا سيدي عندنا الفعل، ولا نكبره شويه، الفعل المبني للمعلوم، الفعل المبني للمعلوم يساوي فاعل. طيب والفعل المبني للمجهول يساوي نائب فاعل. يعني بعد الفعل المبني للمعلوم بيجي معاه فاعل، طيب الفعل المبني للمجهول بيجي معاه نائب فاعل، وهكذا. دي القاعدة بتاعتنا في حتة الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم. تعال نرجع تاني، نخش كده يا باشا ونشوف الدنيا اللي علينا. فين يلا يا سيدي، انت فهمت اللعبه بقى، انت فهمت اللعبه. عندي تقدم قائد الجنود. طيب فعل مبني للمجهول ولا للمعلوم؟ هنا عندي للمعلوم. ليه للمعلوم؟ لان انا عندي علم بالفاعل، وهو عندي القائد، وهو عندي مين يعلى؟ وهو عندي القائد. طيب علشان احول من فعل مبني للمجهول لفعل مبني للمعلوم، احذف فاعل غير فعله، بدل تقدم قائد الجنود ضم الاول واكسر ما قبل الاخر يلا على طول يلا. تعالى كده هتبقى عندي ايه؟ تقدم. هنا هتبقى عندي ايه؟ تقدم الجنود، تقدم الجنود. طيب احذف دي بس كده ايه عشان نكون فاهمين. تقدم الجنود ده فعل عندي ايه؟ ده فعل عندي ادي 1 2 3 4. تقدم الجنود فعل رباعي. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. تعال اما نكمل كلامنا. صحيح تعال. هنا الجنود هتتعرب ايه؟ هنا الجنود هتتعرب ايه؟ الجنود هتتعرب نائب فاعل. ليه؟ لأن هي جاية مع فعل مبني للمجهول، فعل مبني للمجهول بيجي بعده نائب فاعل، فعل مبني للمعلوم بيجي بعده فاعل. قشطة؟ زي الفل. تعالى يا سيدي. ده فعل ايه هنا عندي؟ اكتشف. طيب اكتشف الرجل الأمر. طيب اكتشف هنا فعل مبني للمجهول ولا فعل مبني للمعلوم؟ هتقول لي والله يا مستر هنا اكتشف، او معلش اسف اكتشف، ده هنا فعل مبني للمعلوم. ليه فعل مبني للمعلوم؟ لان انا عندي علم بالفاعل الا وهو الرجل، عشان فعل مبني للمعلوم جه معاه فاعل، انما الفعل المبني للمجهول بيجي معاه نائب فاعل. زي الفل والله ينور عليك. طيب اكتشف الرجل الامر. اكتشف هنا ده فعل ايه؟ ادي 1. تعال لما نعد كده، تعال لما نعد عندنا ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4 ادي 5. طيب قاعدة الفعل الخماسي ايه؟ احنا عرفنا الفعل الثلاثي ضم الاول وكسر ما قبل الاخر، عرفنا الرباعي ضم الاول والثاني وكسر ما قبل الاخر، زائد كمان عرفنا ان الفعل المعتل، الفعل المعتل بنشيل حرف العله وبننوب عنه ياء، باع بيع، صام صيم، وهكذا.
تمام زي الفل. طيب الفعل الخماسي اللي بيتم فيه الفعل الخماسي يا عم الحاج هنعمل ايه؟ فلو بقى فعل خماسي هيكون القاعدة بتاعته ضم الأول والثالث وكسر ما قبل الآخر. فعل الخماسي قاعدته ضم الأول والثالث وكسر ما قبل الآخر، بس بعد ما نحذف فاعل غير فعله، فبدل ما تبقى اكتشف هتبقى اكتشف. هتبقى عندي ايه اهو؟ اكتشف الامر. طيب اكتشف ده مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ للمجهول يا مستر. والفعل المبني للمجهول بيجي معاه فاعل ولا نائب؟ نائب، الا وهو مين؟ الامر عندي نائب فاعل. احنا هنتكلم عن نائب الفاعل كمان شويه، نتكلم عن نائب الفاعل كمان شويه. تعال لما نخش عندي في المثال اللي بعده. طيب هنا عندي الفعل استخرج المهندس البترول. طبعا الفعل استخرج من غير ما اعده ومن غير ما ما نقعد نمثل على بعض. الفعل ده عندي كام حرف؟ الفعل ده عندي 6 حروف. استخرج. طيب الفعل عندي استخرج زيه زي اخينا الخماسي. يعني يا مستر مبدئيا كده قبل ما تدخلني في تفاصيل والنبي، فعل استخرج ده مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ للمجهول ايه ولا؟ ركز معايا. فعل مبني للمعلوم اقصد اهو. ليه مبني للمعلوم؟ انا هثبت لك دلوقتي. فعل مبني للمعلوم لان اللي استخرج هنا عندي المهندس، انا عندي علم بالفاعل. مين اللي قام بالاستخراج؟ يا المهندس. فاذا ده فعل مبني للمعلوم، لان الفعل المبني للمعلوم بيجي معاه فاعل وليس نائب فاعل. طيب زي الفل. عشان احوله من فعل مبني للمعلوم لفعل مبني للمجهول احذف فاعل غير فعله. طيب هيتم تغيير فعله ده ازاي بقى ان شاء الله يا مستر؟ هقول لك الفعل السداسي عامل زي اخينا الخماسي. يعني يا مستر يعني ضم الاول والثالث وكسر ما قبل الاخر. تاني كده مش عارف اعملها بصباعي. ضم الاول والثالث وكسر ما قبل الايه؟ الاخر. طيب ازاي يعني يا مستر؟ يعني تعالى اما نشكلها. والله بص تعالى اما نشكلها قبل ما نروح اهو يا سيدي، والله ما هزعل. هتبقى استخرج. هتبقى استخرج مين يا ولا؟ استخرج عندي البترول، والبترول هيبقى عندي نائب فاعل. ليه نائب فاعل؟ لان استخرج ده فعل مبني للايه؟ فعل مبني للمجهول. وصلت؟ اظن الموضوع سهل وبسيط ومفيش احسن منه. وبنلاقي عليك لو انت محتاج الملف ده ما تتكسفش من اخوك الكبير، هتلاقي الرقم عمال بيطلع وبينزل كل شويه في الشاشه. تلاقي الرقم كده، الرقم بتاعك بيظهر وايه؟ بينزل وبيطلع وبيختفي وبيطلع كل شويه. خد الرقم كلمنا على الواتساب وانا هبعت لك الPDF عشان تقعد تذاكر عليه. خدمه 5 نجوم. ماشي اللي بيظهر عندك انت حر. طيب بسم الله، عايزين نخش على اللي بعده. بس صحيح قبل ما نخش على اللي بعده، والله يبقى عيب ان المعلومه تكون داخله دماغك وانت فاهمها ومفيش اي مشكله بالنسبه لك من حيث المعلومه، ولحد دلوقتي لسه ما عملتش لايك كده. انا عملت لايك الفيديو عشان يوصل لكل اصحابك، لان ده بيساعد ان هو الفيديو يوصل. زائد كمان ما عملتش اشتراك في القناه، نهارك ابيض. ده احنا لسه في مراجعات نازله، ولسه في مراجعات اخر السنه، ولسه في اصلا المنهج ما خلصش. بننزل الفيديوهات، بننزل الامتحانات المتوقعه. فايتك كتير لو انت مش عامل اشتراك في القناه. تمام؟ لايك واشتراك كده، واعمل شير للفيديو لاصحابك، خلي غيرك برضه يستفيد. وخصوصا برضه ان احنا عندنا قناه على مش قناه بقى، عندنا جروب على الواتساب. بننزل عليه كل حاجه اول باول، وملخصات، بننزل عليه مسابقات، بننزل عليه كل حاجه. عندنا برضو على جروب الواتساب، هتلاقيه موجود عندك في صندوق الوصف. وطبعا ما ننساش الناس اللي بتعمل كومنتات جميله وكومنتات حلوه كده زيها، يعني ربنا يجعلنا دايما بنقدم لكم كل ما هو مفيد وكل حاجه انتوا عايزينهم. شكرا جدا على التعليقات بتاعتكم. طيب نكمل كلامنا ونكمل في اخر حاجه معانا، الا وهو الفعل المضارع. طيب الفعل المضارع حكايته ايه؟ بص كده، الفعل المضارع عندنا كله قاعده واحده. الفعل المضارع ايه؟ قاعده واحده، ابسط وزغط للصبح. يعني يا مستر مش هيكون عندي فعل مضارع معتل الاول او معتل الوسط. لا 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 لا، مفيش الكلام ده. هو الفعل المضارع وانا مغمض عايز احول فعل مضارع لمبني للمعلوم الى مبني للمجهول، هي خطوه واحده. ايه هي الخطوه دي؟ تعال لما نكتبها اهو يا سيدي. الفعل المضارع عندي
نتكلم عليه شويه. فعل المضارع عندي عشان احوله من فعل مبني للمجهول لفعل مبني للمعلوم، هقول لك ضم الاول زائد فتح ما قبل الاخر. فتح ما قبل الايه؟ الاخر. يبقى تاني كده ضم الاول وفتح ما قبل الاخر مع مين؟ مع الفعل المضارع. الفعل المضارع كله بلا استثناء. يا مستر افرض لو كان يا عم ما فيش الكلام ده، كله. طيب يا مستر لو كان كله. اقول تاني عشان ايه؟ كله يا عم. الله، بسم الله. قال لك يشكر الانسان الله. يشكر الانسان الله. طيب فعل مبني للمعلوم ولا فعل مبني للمجهول؟ ادي يشكر هنا ده عندي الفعل. طيب مين اللي هيشكر؟ مين اللي هيقوم بفعل الشكر؟ عندي الانسان هنا عندي فاعل. اذا فعل مبني للمجهول ولا فعل مبني للمجهول؟ فعل مبني للمجهول ولا للمعلوم؟ مش يا معالي الباشا يا حبيب قلبي نن المصر من جوه، لقيت هنا عندك الفعل؟ ايوه. طيب الفاعل بيجي مع مين؟ مع المعلوم ولا للمجهول؟ مع المعلوم طبعا. يبقى ده فعل مبني للمعلوم، زائد كمان ان هو مش مضموم الاول، فاذا برضه هو ده مازال فعل مبني للمعلوم. طيب لو عايز احوله للمجهول، ضم الاول وفتح ما قبل الاخر. يشكر. مين اللي هيشكر؟ يشكر الله. طيب يشكر هنا فعل مبني للمجهول ولا للمعلوم؟ فعل مبني عندي للمجهول، لان انا مش عارف مين اللي شكر الله. والله لفظ الجلاله نائب فاعل. لفظ الجلاله يا ولا نائب فاعل. طيب بسم الله. تعالى ناخد كمان مثال اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. صليت على سيدك عليه افضل الصلاه والسلام. قال لك يوقر الابناء ابائهم. طيب فين الفعل هنا عندي؟ الفعل هنا عندي يوقر. طيب ده فعل مبني للمجهول ولا للمعلوم؟ ده فعل مبني عندي للمعلوم. ليه مبني للمعلوم يا مستر؟ هقول لك واحده بس. هو مين هنا اللي قام بفعل ان هو التوقير، او مثلا كلمه يوقر هنا يعني يعظم؟ مين اللي قام بفعل التعظيم ده؟ مين اللي عظمه؟ الابناء. عظموا مين؟ الاباء. طيب فهنا الابناء عندي فعل مبني الابناء هنا عندي فاعل. مين اللي هيوقر؟ الابناء. طيب هيوقر الابناء مين؟ ابائهم. ماشي عندي مفيش مشكله. ازاي احول من فعل مبني للمجهول الى فعل مبني للمعلوم؟ يوقر. ويوقر يعني يعظم. فعل مبني للمجهول ولا فعل مبني للمعلوم؟ للمعلوم. ماضي ولا مضارع؟ مضارع. طيب ما دام مضارع قاعده واحده، ضم الاول وفتح ما قبل الاخر، فيوقر هيبقى يوقر برضه. بس في تركايه بقى بسيطه، عايزك تبحلق لي كده على كلمه ابائه. بحلقت لي عليها تمام، بصيت كويس. تعال اما نبص الناحيه الثانيه. الفعل يوقر الى فعل مبني للمجهول، فهنقول هنا ضم الاول وفتح ما قبل الاخر. يوقر الآباء. طيب ليه حولناها كده؟ هقول لك بإذن الله لما نوصل عندنا لدرس نائب الفاعل. طيب هنوصل لدرس نائب الفاعل ده امتى؟ دلوقتي. خلاص كده احنا الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم خلصنا عليه. انزل معايا كده يا باشا تحت وتعالى اما نشوف دنيتنا. بسم الله. ساج زي ما قلت لك كسبش، خش اطلب على طول، خش اطلب الPDF على طول وهيتبعت لك بإذن الله بأحسن جودة. طيب احنا عايزين بقى عايزين نتكلم في الفعل المبني للمجهول والفعل المبني للمعلوم. طيب او بمعنى اصح عايزين نتكلم في الفرق ما بين الفاعل والفرق ما بين نائب الفاعل. طيب يا سيدي قال لك الفاعل. مين هو الفاعل؟ قال لك والله هو اسم مرفوع الواقع بعد الفعل المبني للمعلوم. الفعل المبني للمعلوم، ما هو ده اللي انا كنت بقوله لك يا ابن الحلال، ان الفاعل دايما بيجي بعد الفعل المبني للمعلوم ويدل على من قام بالفعل او اتصف به، مثل حضر المعلم، ومثل مثل مثلا اللي هو ذاكر الطالب. تمام. وقال لك والنائب الفاعل
هو اسم مرفوع الواقع بعد الفعل المبني للمجهول. هو الاسم المرفوع الواقع بعد الفعل المبني للايه؟ للمجهول. ويحل محل الفاعل عند حذفه من الجمله، مثل والله عندي كتب الدرس. وده احنا فهمناه اكتر واكتر واحنا كنا بنشرح. طيب من حيث الفاعل ونائب الفاعل الاثنين، يعني انا بتكلم النهارده على الايه؟ على الاثنين. ايه حكايتهم يا مصر عشان اكون عارف؟ هقول لك يا سيدي ولا ليهم حكايه ولا حاجه، بس قبل ما نبتدي كده وقبل ما نتكلم في الفعل ونائب الفاعل، تعالى اما افكرك بحاجه بسيطه. ايه هي يا مصر؟ تعالى بس اما افكرك، الفاعل عندي بيترفع بايه؟ والنائب الفاعل برضه. الله ليه يا مستر؟ هقول لك والله لان الفاعل عندي ونائب الفاعل هما الاثنين بيكونوا مرفوعين. هما الاثنين يا مستر؟ اه والله يا سيدي هما الاثنين عندي بيكونوا مرفوعين. طيب معايا كده وصل لي على سيدك. قال لك عندي بيكون ساعات مرفوع بالضمه، وساعات بيكون مرفوع بالواو، وساعات بيكون مرفوع بالالف، ساعات بيكون مرفوع بالايه؟ بالالف. طيب امتى يا مستر بيكون عندي مرفوع بالضمه؟ لما يبقى عندي مفرد او جمع تكسير. مفرد او ايه ولا مفرد او جمع تكسير. طيب وايه كمان؟ او ساعات كمان بيجي جمع مؤنث. طيب بالالف؟ بالالف لما يبقى مثنى. طيب الواو لما يبقى جمع مذكر، ومش بس جمع مذكر، مع الاسماء الخمسه. ايه هي يا مستر الاسماء الخمسه؟ هقول لك والله اهو، افتح الاقواس: اب، حم، اخ، فو، ذو. دول بيكونوا مرفوعين بولا، دول عندي بيكونوا مرفوعين بالواو. طيب يبقى كده تاني 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 تاني، الفاعل عندي بيكون هنا، هغمض عيني واقولها لك. الفاعل هنا عندي بيكون مرفوع بالايه؟ عندي بيكون مرفوع بالضمه، مرفوع بالواو، مرفوع بالالف. مرفوع بالضمه امتى؟ لما يكون عندي مفرد او جمع تكسير او جمع مؤنث سالم. طيب بيكون مرفوع بالالف امتى؟ لما يبقى مثنى. طيب بيكون مرفوع بالواو امتى؟ لما يبقى جمع او اسم من الاسماء الخمسه: اب، حم، اخ، فو، ذو. شاطر؟ شاطر طبعا. طيب بص يا سيدي، ايه هي بقى صور او اشكال الفاعل ونائب الفاعل؟ ايه هي صور او اشكال الفاعل ونائب الفاعل؟ هقول لك يا سيدي، تعالى اما اقول لك كده. اول حاجه عندي واول صور من صور الفاعل ونائب الفاعل احنا بنتكلم عليهم الاثنين. الفاعل احنا عارفينه وبنتعرف عليه، بنأكد بس بنأكد لان هما الاثنين واحد. هما الاثنين بيكونوا مرفوعين بالضمه، مرفوعين بالواو، مرفوعين بالالف، زي ما انا كنت لسه كاتب لك. هما الاثنين بيكونوا اسماء ظاهره، او هما الاثنين ساعات بيكونوا اسماء موصوله. يعني ايه اسماء موصوله؟ الذي والتي واللذان واللاتان واللائي، دي الاسماء الموصوله. ايه ده يا مستر؟ هو ساعات الفعل والنائب الفاعل بيجي اسم موصول؟ ايوه، وهوريك كمان شويه. بص كده معايا يا سيدي، اسم اشاره. اسم اشاره يا مستر زي ايه؟ هقول لك والله يعني الفاعل ونائب الفاعل اوقات كتيره قوي بتيجي اسم اشاره: هذا وهذه وهذان وهاتان واولئك وتلك وذلك وكل الكلام ده. هو ينفع؟ ينفع عادي، مفيش مشكله. الفاعل ونائب الفاعل يا حبيب قلبي، ما احنا الاثنين بنتكلم عليهم. طيب وايه كمان يا مستر؟ وعندي والله بيكون ضمير بارز، بيكون ساعات ضمير بارز متصل، وهو يا مستر بيكون ساعات ضمير مستتر. هما مين يعلى؟ اللي هو الفاعل ونائب الفاعل، الفاعل ونائب الفاعل. طيب الانواع الخمسه ايه هما تاني؟ الانواع الخمسه اللي احنا قلناهم اهو. عندنا اللهم صل على النبي، قال لك اللي هو اسم الظاهر، عندنا اسم موصول، اسم اشاره، الضمير البارز والضمير المستتر. طيب شكرا، نكمل بقى كلامنا. هما دول النوعين دول ايه؟ فاعل ونائب. تعالى كده اما نبص. اول مثال عندنا اللي هو روي الزرع. روي ايه؟ روي الزرع. طيب يا سيدي، هو عندي هنا الفعل روي، فين هنا ولا الفعل اهو؟ الفعل هنا مثلا عندي روي. هو روية، روية ده فعل مبني للمجهول ولا فعل مبني للمعلوم؟ روية ده فعل مبني عندي للمجهول.
لا مصدر فعل عندي مبني للمجهول لانه والله مضموم الاول وكسر ما قبل الاخر. هوية. طيب يبقى ما دام فعل مبني للمجهول بالله عليك ركز معايا، ما دام فعل مبني للمجهول عندي هيبقى معاه فاعل ولا هيبقى معاه نائب؟ هيبقى معاه نائب فاعل طبعا، هيبقى معايا ولا نائب فاعل. طيب فين هنا نائب الفاعل عندي؟ نائب الفاعل عندي كلمة الزرع. هنا عندي كلمة ايه؟ الزرع. طيب الزرع عندي هيبقى نائب فاعل، طيب اعربهولي نائب فاعل مرفوع بالضمة. الله ده زيه زي الفاعل يا اخوي، زيه زي الفاعل، مفيش اي فرق ما بينهم يعني، مفيش اي حاجه غير اللي هو ايه؟ الفاعل مع الفعل المبني للمعلوم ونائب الفاعل مع المجهول بس فقط لا غير. طيب والزرع عندي اسم ظاهر ولا اسم اشاره ولا ايه حكايته؟ مش انت شايفه بعينك وظاهر بعينك قدامك؟ يبقى ده اسم ايه؟ اسم ظاهر. ما هو بدماغك كده ولا ده اسم اشاره ولا ده اسم موصول ولا ده كمان ضمير، يعني ضمير هنا ولا ضمير حتى متصل ولا مستتر، ما انا شايفه قدامي اهو، يبقى ده اسم ظاهر على طول. طيب نبص كده على اللي بعده. امتدح الذي تفوق. امتدح الذي تفوق. فين الفعل يا ولد؟ فعل يا ولد هنا عندي امتدح، ادي ده الفعل. طيب بالله عليك للمجهول ولا للمعلوم؟ هتقول لي يا مستر تعالى كده اما نشوف فين ياض الاستيك اهو، تعالى يا مستر اما نشوف بنفسنا احنا كده. هتقولي ده دي ده ضم الاول وكسر ما قبل الاخر، ما دام عندي ضم الاول وكسر ما قبل الاخر يبقى ده فعل مبني للمجهول. طيب فعل مبني للمجهول او الفاعل عندي كام نوع؟ 5 اهو. ايه هم ال5؟ اسم ظاهر، اسم اشاره، اسم موصول، ضمير بارز، ضمير مستتر. طيب امتدح الذي. طيب هو مين اللي امتدح؟ هو هنا مفيش حد امتدح عندي في الجمله، بس جه بعدها كلمه الذي. طيب الذي هنا هتبقى ايه؟ الذي هنا هتبقى نائب فاعل. ليه ما تبقاش فاعل؟ انت تاني هقول لك ان نائب الفاعل بيجي مع الفعل المبني للمجهول. طيب نائب فاعل عايزين نعرب كلمة الذي، هيكون قدامك اختيارين، يا اما هتعربها لي نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة وهتبقى طالب عادي واقل من العادي كمان. ليه يا مستر يعني هي بتتعرب ازاي؟ ليها اعراب معين وليها اعراب جميل جدا واعراب سهل جدا، بيبين ان انت متميز او بيبين ان انت مذاكر او بيبين ان انت يعني طالب ايه؟ طالب ذكي كده ولماح شويه. طيب تتعرب ازاي يا مستر يعني؟ بص يا سيدي معايا كده واحده واحده، مفيش حاجه صعبه ولا في حاجه ايه ولا في حاجه يعني ايه هترخم عليك في الموضوع. بص ان احنا اول حاجه هنقول او هنعرفها ازاي؟ يعني هنقول الذي، هنقول اسم موصول مبني. اسم موصول ايه؟ مبني في محل. طيب هي محلها الاعرابي ايه؟ هتقول لي يا مستر هي المفروض محلها الاعرابي نائب، محلها الاعرابي نائب فاعل، صح؟ ده محلها الاعرابي، هي موجوده في مكان نائب الفاعل. اي والله يبارك لك وينور لك. طيب نائب الفاعل ده بيبقى مرفوع ولا مجرور ولا بيكون مثلا منصوب؟ لا يا مستر ده بيبقى مرفوع، فهنقول في محل رفع نائب فاعل. يبقى هنعربه ايه؟ اول حاجه هنعرفه اسم موصول مبني في محل رفع نائب فاعل. هو مين؟ عندي كلمة الذي. نشوف اللي بعده. نشر هذا المقال. نشر ايه؟ هذا المقال. طيب فين يا مستر عندي الفعل؟ اقول لك والله الفعل عندك اهو منور الدنيا كلها. هو مين يا مستر الفعل؟ اقول لك والله عندنا الفعل نشر اهو، ده الفعل. طيب نشر ده فعل مبني للمجهول ولا مبني للمعلوم؟ هتقولي ده فعل مبني للمجهول. فعل مبني ولا فعل مبني للمجهول. طيب فعل مبني للمجهول بدماغك كده، ركز معايا ارجع تاني. الفعل مبني للمجهول بيجي معاه فاعل ولا نائب؟ نائب.
طيب فين هنا نائب الفاعل؟ عندي كلمة هذا. طيب هذا هنا عندي هتبقى نائب فاعل مرفوع بالضمير. لا 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 غلط 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 غلط، تبقى طالب عادي واقل من العادي. امال يا مستر هذا هتتعرب امتى تاني؟ ما يا مستر الضمائر واسم الموصول واسماء البارزه وكل الكلام ده بيكون ليها اعراب معين، بيكون ليها اعراب معين. ازاي يعني؟ هنعرفها الاول، هنقول ان هذا دي اسم اشاره مبني في محل. طيب هي محلها الاعرابي ايه؟ هذا ده محلها الاعرابي ايه؟ ولا هتقول لي والله يا مستر هذا محلها الاعرابي نائب فاعل، موجوده في مكان نائب الفاعل. طب ولا هو نائب الفاعل ده امال شغال؟ ماشي، هو نائب الفاعل ده بيكون مرفوع ولا مجرور ولا بيكون منصوب؟ بيكون مرفوع، يبقى في محل رفع. في محل رفع مين؟ نائب الفاعل. سهله وبسيطه ومفيش اجمل منها. طيب هنا عندي ضمير بارز متصل. طيب نظبط بس ايه؟ نظبط حاجه كده بس في البي دي اف. اعجبت بالازهار. طيب يا سيدي تعالى لما نظبطها بس اكتر، معلش كده. طيب عندي يا سيدي هنا الفعل اعجبت بالازهار. طيب فين هنا الفعل عندي؟ الفعل هنا يا مستر عندي أعجب. طيب يا مستر أعجب هنا ده فعل مبني للمجهول ولا فعل مبني للمجهول ولا للمعلوم؟ هتقول لي والله يا مستر أعجب ده هنا ده فعل مضموم الأول وكسر ما قبل الآخر، يبقى على طول عندي هنا للمجهول. خلاص بقى، ما احنا عرفت، احنا كل شويه نقول يبقى ده فعل مبني للايه؟ عندي ده فعل مبني للمجهول يا عم الناس. طيب الفعل المبني للمجهول فاعل ولا نائب؟ فاعل ولا نائب؟ نائب. ايه؟ نائب فاعل. طيب فين هنا نائب الفاعل؟ تقعد تدور كده، تقعد تروح كده وتيجي كده، مش هتعرف برضه فين نائب الفاعل. هقول لك يا سيدي ان هنا عندي في بعض الضمائر بتتعرب فاعل او نائب فاعل، من ضمنها تاء الفاعل. من ضمنها ايه؟ تاء الايه؟ تاء الفاعل. يا خبر ابيض. طيب يا مستر هي ايه يا مستر الضمائر اللي بتتعرب عندي؟ بسم الله. هي ايه يا مستر الضمائر اللي بتتعرب عندي نائب فاعل؟ ايه هي؟ تعالى يا سيدي اما اكتبها لك هنا. هقول لك والله ان الضمائر عندي اللي بتتعرب نائب فاعل اهو: تاء الفاعل، نون النسوة، الفاعلين، ألف الاثنين، واو الجماعة. تاني كده يا حبيب قلبي معايا كده، ايه هي الضمائر اللي بتتعرب فاعل أو نائب فاعل؟ تاء الفاعل، نون النسوة، الفاعلين، ألف الاثنين، واو الجماعة. تاني ايه هي الضمائر عندي اللي بتتعرب عندي فاعل او نائب فاعل؟ اول ما بشوفها بعرف على طول ان هي فاعل او نائب فاعل، زي تاء الفاعل دي اعجب تو دي تاء الفاعل. طيب تعالى كده اما نشوف الدنيا، ايه هي الضمائر؟ تاء الفاعل، نون النسوة، الفاعلين، الف الاثنين، واو الجماعة. عارف انت لو غنيتها معايا زي ما انا بقولها كده ربنا يبارك لك. تقوليش اقولها متلخبط او اقولها بطريقتي، لا اقولها بطريقتي انا. تاء الفاعل، نون النسوان، الفاعلين، الف الاثنين، واو الجماعه. دول ضمائر عندي بيتعربوا يا اما فاعل يا اما نائب فاعل. ايه هما؟ تاء الفاعل، نون النسوان، الفاعلين، واو الجماعه. طيب هنا الفعل اعجب. فعل اعجب ده فعل مبني للمجهول، هيجي معاه فاعل ولا نائب؟ نائب. فين هنا النائب عندي؟ تاء الفاعل. طيب هتتعرب ازاي؟ هقول لك يا سيدي عندي هتتعرب ضمير بارز متصل في محل رفع. خلاص بقى، ما انت عرفت ضمير بارز متصل في محل رفع يمين يا ترى؟ نائب فاعل، لان هو فعل مبني للمجهول. فل قشطه، حلو قوي وزي الفل. اعجبت بالايه؟ اعجبت بالازهار. طيب هنا يا سيدي ساعات بيجي لك سؤال يقول لك هو نوع نائب الفاعل هنا ايه؟ هو هنا نوع ايه يا حبيب قلبي؟ سهل وبسيط، ضمير
بارز متصل. ضمير بارز ايه؟ متصل. طيب هنا ينشر هذا المقال. احنا هنا قلنا ان هذا هي اللي هتبقى نائب فاعل. طيب يجي يقول لك ما هو نوع او ما هي صورة نائب الفاعل في الجملة هنا. صورة نائب الفاعل هنا والله يا عم الناس ويا حبيب قلبي اسم ايه؟ اسم اشارة. طيب تعال امتدح الذي. فين هنا نائب الفاعل؟ الذي. نوع نائب الفاعل هنا او صورته ايه؟ طبعا الذي دي سهله، دي عبيط. اسم موصول. الذي والتي واللذان واللتان. ودي احنا قلناها اللي هي بتاع رؤية او مش عارف مش فاكر كان رؤية الزرع. الزرع هنا عندي جمله ظاهره وواضحه قدامي، يبقى هنا الزرع ده هيبقى هو الايه؟ هو نائب الفاعل. طيب بص يا سيدي، عندي زي جملة الكتاب قرئ. الكتاب ايه؟ قرئ. تعالى اما امسح لك بس اللي مكتوب بعدها ده كده خالص، انا مش عايزه دلوقتي. الكتاب ايه؟ قرئ. نكبر الخط سيكا. يلا يا سيدي، الكتاب قرئ. طيب يا سيدي، هو انا لو عندي في المثال اللي هو الكتاب ايه؟ الكتاب قرئ اللي انا بقراه ده اهو. بص يا سيدي، قال لي الكتاب قرئ وسكت. فين الفعل ولا؟ هتقول لي الفعل والله عندي قرئ. هتقول لي الفعل هنا عندي ايه؟ قرئ. حلو قوي. قرئ ده يا حبيب قلبي ويا عم الناس وبص يا نن عين قلب المستر. هل قرئ ده فعل مبني للمجهول ولا فعل مبني للمعلوم؟ هتقول لي والله يا مستر قرئ ده ضم الاول وكسر ما قبل الاخر. ضم الاول وكسر ما قبل الاخر. ضم الاول وكسر ما قبل الاخر. يبقى مستر يا مكار يبقى ده فعل مبني للمجهول. طيب والفعل المبني للمجهول بيبقى معاه فاعل ولا نائب؟ نائب. فهمنا بقى خلاص وعرفت انواع النائب الفاعل والفاعل 5. اسم اشاره، اسم موصول، ضمير بارز، ضمير متصل، واحنا قلنا ايه؟ قلنا تاني اسم ظاهر. اسم ظاهر واسم اشاره واسم اشاره واسم موصول وضمير بارز وضمير ايه؟ وضمير مستتر. طيب فين هنا نائب الفاعل؟ فين هنا نائب الفاعل؟ هتقول لي والله يعني هقول لك ركز معايا. هل هنا في اي ضمير جه بعدها؟ لا. بص عد معايا كده. هل في ضمير بارز؟ لا. هل في اسم اشاره؟ لا. اسم موصول؟ لا. هل في اسم؟ لا. امال هو فين؟ هو فعلا هو فين؟ هو مش موجود، لاني نائب الفاعل هنا عندي بيكون مستتر تقديره قرئ هو. طيب يلا يا سيدي تعالى كده بينا اما نخش عندنا على درس ايه. ولا تعالى كده اما نشوف درس ايه اللي عليه الدور اللي هو درس الحال. طيب هو يعني ايه اصلا يا مستر حال؟ قال لك الحال هو عباره عن اسم نكره منصوب يبين هيئه صاحبها لما يحصل ايه؟ لما يحصل الفعل، وبنسال عليه بكيف. بنسال على الحال ازاي؟ ولا بنسال على الحال بكيف. كيف بنروح نسال الفعل كيف، ولما يكون فيه رد، الرد ده عندي بيكون الحال. طيب قال لك يا سيدي تعالى كده اما نبص على المثال ده. تعالى كده اما نبص على المثال ده. اكبر يالا اهو. قال لك عاد الطالب من الامتحان مسرورا. طيب انا دلوقتي يا مستر عايز اجيب الحال، اعمل ايه؟ هقول لك والله يا سيدي مبدئيا كده اسال بكيف اهو. كيف عاد الطالب؟ كيف عاد الطالب من الامتحان؟ هتقول لي الإجابة عاد مسرورا. كان حاله عامل إيه وهو جاي من الامتحان؟ كان حاله يا مستر إن هو مسرور. طيب يا سيدي هنا الحال يا مستر أنا عرفته إزاي؟ هقول لك والله يا سيدي من حيث الحال، خصوصا الحال المفرد بيكون له شروط. الحال المفرد عندي بيكون له ايه؟ شروط. ايه شروط الحال المفرد؟ تعالى كده اما اكتبها لك هنا كده في الجنب. بص يا سيدي، اول شرط عندي من حيث الحال المفرد عندي مبدئيا كده بيتسال عليه بكيف. بيتسال عليه هنا بايه؟ بكيف. تاني حاجه يا مستر عندي بيكون منصوب. بيكون هنا عندي ايه؟ منصوب. تالت حاجه واهم حاجه، دي اهم، بص مهمه جدا هكتبها حتى باللون الاخضر اهو. الحال عندي بيبقى نكره قبله معرفه.
نكرة قبله معرفة، نكرة قبله معرفة. ده كده عندي الحال، بعرفه اصلا من العين كده، اول ما بلاقي النكرة قبلها معرفة ده حال على طول، من غير ولا تفكير ولا ايه، ولا تروح يمين ولا شمال. طيب بص كده عندي في المثال، نرجع مبدئيا سألت بكيف ونفهم، ده اول شرط. تاني شرط عندي ايه؟ تاني شرط عندي يا مستر ان هو بيكون منصوب. بص كده عندك، بص عندك هنا وبحلق عينك كده، منصوب بالفتحه ولا مش منصوب بالفتحه؟ منصوب بالفتحه، حصل. ونكره، يعني ايه نكره؟ كلمه نكره يعني ما فيهاش الف ولام ولا فيها اي ضمير، نكره قبله معرفه، حال وش على طول من غير ما تفكر. حال ماله اهو، عندي حال منصوب بالفتحه. حال منصوب بالفتحه ليه ولا؟ لانه مفرد. حال منصوب بالفتحه لانه مفرد. تعالى كده يا مستر ما نفتكر عندي النصب كان بايه. تعالى كده ما نفتكر عندي النصب كان بايه. بص يا سيدي، انا عندي نصب بالفتحه، وعندي نصب بالكسره، وعندي نصب بالياء، وعندي نصب بالالف. عندي نصب بالايه؟ ثانيه واحده اهو، عندي نصب بالايه؟ بالالف. طيب يا سيدي، النصب اللي بالفتحه عندي لما يكون مفرد او جمع تكسير. مفرد او ايه؟ او جمع تكسير. طيب امتى يا مستر يكون بالكسره؟ لما يبقى جمع مؤنث، بيكون الجمع المؤنث عندي منصوب بالكسر. والياء لما يبقى عندي مثنى وجمع مذكر. والالف مع الاسماء الخمسه، اب حم اخ فوزو. اوكي. طيب يا سيدي تعالى كده اما نشوف، هنا كان مسرورا عندي منصوب بالفتحه لانه مفرد. طيب يا سيدي نوع الحال هنا مسرورا، نوع الحال هنا، نوع الحال عندي ايه؟ اقول لك والله هنا مسرورا نوع الحال مفرد. لا يا مستر انت ايش عرفك ان هو حال مفرد؟ حال المفرد عندي بيكون كلمه واحده بس، كلمه واحده وبتكون اسم. تاني كده، حال المفرد بيكون كلمه واحده واسم. اهو يا سيدي الحال المفرد بعرفه ازاي؟ اهو كلمه واحده، والكلمة الواحدة دي عندي بتكون اسم. كلمة واحدة اسم، ساعتها بيبقى حال عندي مفرد. طيب بص كده عندي، بسم الله. طيب أنا عندي حاجة بتسمى صاحب الحال. مين هو يا مستر صاحب الحال؟ قال لك هو عبارة عن الاسم الذي تبين حال هيئته. هو الاسم الذي تبين الحال ايه؟ تبين حال هيئته وصورته، ويكون معرفة دائمة. عندي والله صاحب الحال ده لازم يكون عندي معرفة، لازم يكون عندي ولا معرفة. زائد كمان يا مستر ان صاحب الحال ده عندي هو الشخص او هو الاسم اللي بنبين حالته. بمعنى ايه يا مستر؟ تعالى كده بنطلع فوق اما اقول لك. بص يا سيدي، عاد الطالب من الامتحان. هو احنا هنا مين اللي بنوصف حالته؟ هتقول لي يا مستر هنا بنوصف حالة الطالب. هقول لك الطالب هنا صاحب الحال. طيب صاحب الحال بيتعرب ايه؟ بيتعرب حسب موقعه في الجملة. يعني هنا عاد الطالب، فاعل مين؟ مين اللي عاد؟ الطالب، وهنا جملة فعلية، ادي الفعل وادي الفاعل مرفوع بالضمه. اوعى تقول لي صاحب حال منصوب ولا صاحب حال مرفوع، تودي نفسك في داهيه. صاحب الحال عندي بيتعرف حسب موقعه في الجمله. صاحب الحال بيتعرف حسب موقعه في الجمله. وصاحب الحال برضه بيكون له شويه اشكال. اشكاله ازاي بقى يا مستر؟ قال لك والله عندي صاحب الحال عندي بيبقى يا اما اسم ظاهر، ضمير بارز، ضمير مستتر. قال لك اسم ظاهر، ضمير بارز، ضمير مستتر. بص كده يا سيدي، قال لك ذاكر الطالب نشيطا. الفعل هنا ذاكر. هقول لك كيف ذاكر الطالب. كيف ذاكر الايه؟ الطالب. هتقول لي ذاكر الطالب وكان حاله ان هو نشيطا. ذاكر الطالب وكان حاله ان هو ايه ولا؟ حاله ان هو كان نشيطا. طيب هنا يا سيدي نشيطا كلمة نكرة منونة جت قبلها معرفة، درسه ده معرفة عشان فيها ضمير، فنكرة قبلها معرفة تبقى حال منصوب بالفتح لأنه مفرد. طيب فين صاحب الحال؟ هو مين اللي كان نشيط؟ هو مين اللي كان حاله ان هو نشيط؟ هتقول لي الطالب. الطالب هنا عندي صاحب الحال. شكرا. الطالب هنا عندي صاحب الحال. طيب ونوعه اسم ظاهر.
طيب تعالى كده بس اما نبين الدنيا شويه. قال لك ناقشنا المشكله هادئين، ناقشنا المشكله ايه هادئين. تعالى كده اما نسال بكيف. كيف ناقشنا المشكله؟ هتقولي ناقشنا المشكله وكان حالنا ان احنا هادئين. طيب وكلمه منصوبه، منصوبه عرفت مننا مصدر اهو يا سيدي الياء اهو، الياء باينه وبص زي الفل، يبقى دي كده ما دام الياء عندي موجوده يبقى ده كده منصوب. طيب ايه كمان؟ نكره قبله معرفه، نكره قبله معرفه يبقى حال. تمام؟ يبقى حال على طول من غير ما تفكر. طيب يا سيدي قال لك هادئين هنا هيتعرب حال منصوب بالياء. ليه حال منصوب بالياء يا ولا؟ هتقول لي والله لانه جمع مذكر. طيب هنا يا مستر بقى فين صاحب الحال؟ مين هنا اللي مين هنا ناقشنا؟ مين اللي ناقشوا؟ مين اللي كان حالهم هادئين؟ اقول لك ضمير بارز اللي هو النام. ضمير بارز اللي هو ايه؟ النام. اوكي يلا يا سيدي تعالى كده اما نشوف. المؤمن يدعو ربه خاشعا. طيب بص كده، كلمة هادئين نوع الحال ايه؟ هقول لك هادئين نوع الحال مفرد. ايه؟ حال مفرد؟ ليه يا مستر؟ دول هادئين، دول جمع. هقول لك لا، مش هادئين كلمة واحدة، كلمة واحدة. وكمان اسم، ايوه يا مستر كلمة واحدة اسم. ما دام عندي كلمة واحدة واسم هيبقى حال مفرد. حتى يا مستر لو الكلمة واحدة جمع، حتى لو الكلمة واحدة جمع مفرد جمع تكسير جمع مؤنث أي حاجة، لو كلمة واحدة واسم هيبقى حال مفرد. بالله عليك خلي بالك من النقطة دي. طيب قال لك المؤمن يدعو ربه خاشعا، المؤمن يدعو ربه خاشعا. تعال اما نسأل بكيف. كيف يدعو المؤمن ربه؟ هتقول لي بيدعو وحاله بيبقى خاشعا. طيب عرفت منين؟ كلمة مبدئيا سألت بكيف ونفع، ادي أول شرط. مبدئيا تاني يا مستر منونة، ومش منونة بالفتح يعني منصوب. تاني شرط منصوب. نكرة قبله معرفة ودي الأهم. تمام؟ طيب يا سيدي هنا الحالة هيتعرب ايه؟ هقول لك عادي جدا حال منصوب بالفتح. حال منصوب بالفتح. طيب يا سيدي الكل ومعالي الباشا، ما دام حال عندي منصوب بالفتح، ما دام حال عندي منصوب بالفتح نوعه ايه؟ طيب هقول لك كلمه واحده واسم يبقى حال مفرد يا عم الحاج، يبقى حال مفرد. طيب هو مين اللي هيدعو ربه خاشعا؟ مين اللي كان خاشعا هنا؟ هتقول لي والله هنا مش موجود. يعني مين اللي هيدعو؟ تقول لي المفروض هو يدعو. هو فين هو بقى؟ هتقول لي مستتر. طب يعني كده احنا قلنا ان صاحب الحال عندي 3 انواع. عندي ضمير مستتر، وعندي ضمير بارز، وعندي ظاهر اشوفه بعيني. وما تنساش صاحب الحال بيتعرب حسب موقعه في الجمله، ما توديش نفسك في ده. طيب تعالى كده اما نشوف، نخش بقى على اللي بعده. انزل عندنا يا سيدي الكل الحال. اتكلمنا عن الحال المفرد وخلصنا منه. طيب ما زال عندنا حال جملة اسمية وحال جملة فعلية. ليه؟ لأن ده يا سيدي بقى عندنا بسم الله أهو. عندنا يا سيدي حال الجملة. طيب هو احنا الجملة عندنا أصلا في اللغة العربية مكونة من إيه؟ هتقول لي والله يا مستر الحل أو آسف الجملة عندنا في اللغة العربية إما جملة اسمية إما جملة فعلية. طيب أهو أدي جملة اسمية وأدي جملة فعلية، ده تكوين كده إيه الجمل عندي. طيب قال لك يا سيدي سواء الجملة الاسمية أو سواء الجملة الفعلية لازم يا معالي الباشا يكون معاهم رابط. لازم يكون معاهم ايه؟ رابط، سواء جملة اسمية أو سواء جملة فعلية. ازاي يعني؟ تعالى كده يا سيدي أما نشوف وهعرفك ايه حوار الرابط ده. طيب تعالى. طيب يا سيدي ركز كده معايا وانا هفهمك كل حاجه. قال لك والله احنا عندنا اهو الحال الايه؟ الحال الجمله. ثانيه واحده كده بس من ايه، ما نكبر القلم كده شويه. قال لك يا سيدي هنا اهو تمام. يلا يا سيدي قال لك والله عندي حال الجمله. انا عندي جملتين، اللي اما يا جمله اسميه يا اما جمله
فعلية، يا إما جملة اسمية يا إما جملة إيه؟ يا إما جملة فعلية. طيب يا سيدي، بسم الله الرحمن الرحيم. سواء جملة اسمية أو جملة فعلية هما الاتنين يلا لازم يكون فيهم رابط، سواء جملة اسمية أو جملة فعلية لازم يكون فيهم رابط. طيب هو إيه الرابط بتاع الجملة الاسمية؟ هقول لك الرابط بتاع الجملة الاسمية يا إما حرف الواو يا إما ضمير، يا إما عندي أهو ضمير بارز، يا اما ضمير ايه بارز. طيب هنا عندي الرابط في الجمله الفعليه اهو، الرابط بيكون عندي يا اما ضمير مستتر يا اما عندي ضمير بارز. تمام، يبقى تاني كده الرابط بتاع الجمله الاسميه ايه يا مستر؟ الرابط بتاع الجمله الاسميه عندي حرف الواو او ضمير ايه؟ ضمير بارز. تاني الجمله الاسميه عندي رابطين، يا اما واو يا اما ضمير بارز. طيب عندي والله يا سيدي الجمله الفعليه ضمير مستتر وضمير بارز. ده الرابط اللي لازم يكون موجود، وما تنساش ان لازم سواء حال جمله اسميه حال جمله فعليه شبه جمله اي حال في الدنيا لازم يكون وراه معرفه. طيب هو حال الجمله الاسميه بيكون مكون من ايه يا مستر؟ اقول لك والله حال الجمله الاسميه بيكون عباره عن كلمتين، بيكون عباره عن ايه؟ كلمتين، والكلمتين دول لازم يكون فيهم الرابط. تاني كده حل الجمله الاسميه لازم يكون مكون من كلمتين، والكلمتين دول يكون فيهم الرابط. الرابط بتاع الجمله الاسميه انت تاني حل الجمله الاسميه لازم يكون فيها الرابط الواو او الضمير البارز، وعلى فكره ممكن يجوا الاثنين عادي مفيش مشكله. طيب حل الجمله الفعليه، حل الجمله الفعليه عندي يا اما بيكون ضمير مستتر يا اما يكون ضمير بارز. طيب هو حل الجمله الفعليه اصلا مكون من ايه؟ مكون من فعل. مكون من ايه ولا؟ مكون من فعل. فهمنا الدنيا؟ طيب يا سيدي تعالى اما نرجع بقى. بسم الله. طيب تعالى يا سيدي اهو، تعالى اما نشوف بقى الدنيا وتعالى اما نحل مع بعض. قال لك ابصرت الطائره تحلق، ابصرت الطائره تحلق. طيب يا سيدي تعالى كده اما نشوف عندنا الحال فين، وتعالى اما نجيب الحال مع بعض. كل اللي هعمله ان انا هسال بكيف. كيف ابصرت الطائره؟ انت لما شفت الطائره وبصيت على الطائره كان حال الطائره دي كانت ايه؟ اقول لك والله كان حال الطائره دي تحلق. كانت حال الطائره هنا ايه؟ قال لك والله كان حال الطائره ان هي كانت تحلق. طيب يا سيدي تحلق هنا حال جمله اسميه ولا جمله فعليه ولا حكايتها ايه؟ هنا تحلق حال جمله فعليه. ليه يا مستر حال جمله فعليه؟ لانها مكونه من فعل. حال جمله فعليه لانها مكونه ايه؟ من فعل تحلق. طيب هيجي لي بقى طالب فزلوك يقول لي يا مستر انا بص انا دماغي شغاله. اقول له اتفضل. يقول لي تحلق دي حال مفرد. هقول له حال مفرد ليه؟ هقول لي هقنعك. ده هيقول لي ايه؟ يجي يقول لي ده حال مفرد. يقول لي تحلق ده حال مفرد. اقول له غلط. ليه يا مستر غلط؟ ما هو كلمه واحده، وانت لسه قايل من شويه ان لما يكون عندي كلمه واحده ده بيكون حال مفرد. اقول له غلط يا حبيب قلبي. ليه؟ لان والله عندي الحال المفرد لازم يكون كلمه واحده واسم. هل تحلق اسم؟ لا، مش هنا تحلق مش اسم، تحلق فعل. يبقى شكرا، يبقى هنا تحلق عندي الاصح ان هو اللهم صل على النبي تحلق اللي هي جمله فعليه وليست حال مفرد. ليه؟ لان حال مفرد بيكون كلمه واحده واسم. طيب كده احنا جبنا حال الجمله الفعليه. طيب هنا يا مستر قبلها لازم يكون معرفة. الله فين اهو؟ قبلها لازم يكون معرفة. حصل وقد كان المعرفة موجود. طيب يا مستر هتتعرب هنا عندي ايه؟ هتتعرب كالتالي. خلي بالك لان الشطار بس هم اللي بيعربوا ايه؟ الاعراب ده، انما الناس اللي تعبانه ومش قد كده يقول لي حال منصوب. لا، حال المنصوب ده في الحال المفرد، انما الحال في الشكل ده يا سيدي الكل هيتعرب ايه؟ هنقول تحلق هنا عندي الجملة الفعلية. هتبدأ تعرف الجملة الفعلية في محل، الجملة الفعلية في محل نصب حال. الجملة الفعلية في محل نصب حال.
اوكي، تعالى كده تعالى اما نحط النقطتين. هنعربه ازاي؟ اول حاجه يا شباب هنبدا نعرفه، هو ده جمله اسميه ولا جمله فعليه؟ هتقول لي جمله فعليه، فاللي هيتم كالتالي: الجمله الفعليه في محل نصب حال. الجمله الفعليه في محل نصب حال. هي هنا محلها الاعرابي ايه؟ محلها الاعرابي المفروض ان هي تكون حال، فهتكون في محل نصب حال. طيب يا مستر واحده واحده بقى علشان نتاكد. هو هنا يا مستر فين الرابط؟ هنا فين الرابط؟ انا عايز اعرف الرابط ده يا مستر، وانت هتضحك عليا؟ هقول لك هنا الرابط عندي ضمير مستتر اهو، ضمير مستتر. اوكي، طيب يا سيدي تعالى كده اما نشوف الجمله اللي بعدها. أدى المسلمون أو أدى هنا المؤمنون الصلاة وقلوبهم خاشعة. طيب بنروح نسأل الفعل كيف أهو، كيف أدى المؤمنون الصلاة؟ هتقول لي أدى المؤمنون الصلاة وقلوبهم خاشعة. كيف أدى المؤمنون الصلاة وقلوبهم خاشعة؟ كان حالهم إن هم قلوبهم خاشعة. طيب بذمتك تعالى كده اما نشوف، ينفع تقول لي كيف أدى المؤمنون الصلاة تقول لي وقلوبهم؟ لا، هو ايه حال هنا؟ كيف أدى المؤمنون الصلاة وقلوبهم. طيب كيف أدى المؤمنون الصلاة؟ هتقول لي كيف أدى المؤمنون الصلاة والحال هيبقى خاشعا. كلمة واحدة بس أنا ما فهمتش. كيف أدى المؤمنون الصلاة خاشعة، ده ينفع بذمتك؟ لا طبعا. اما الحال هنا هيكون عندي ايه؟ الحال هنا هيكون عندي الجمله كلها وقلوبهم خاشعه، كان حالهم وهم بيصلوا ان قلوبهم كانت خاشعه. طيب يا سيدي صليت على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طيب تعالى ما نتاكد ان هو حال. مبدئيا قبله معرفه اللي هي الصلاه. طيب فين الرابط؟ انا قلت لك الرابط بتاع الجمله الاسميه ايه؟ يا اما حرف الواو يا اما عندي ضمير بارز. طيب بص كده، عندي مبدئيا عندي الاثنين، عندي واو وعندي الضمير هم. عندي واو والضمير ايه؟ والضمير هم. ده كده يا سيدي الرابط. هو ينفع يجي الاثنين؟ عادي جدا ينفع يجي الاثنين. تعال. عدنا من الرحلة ونحن مسرورين. يلا زي ما علمتك، روح اسأل كيف عدنا من الرحلة؟ هتقول لي عدنا من الرحلة من الرحلة ونحن مسرورون. ونحن ايه؟ مسرورون. طيب يا سيدي هنا ونحن مسرورون الحال قبله معرفة. بس هنا بقى السؤال وهنا التركاية. ايه يا مستر الحال وايه هنا التركاية؟ طيب هنا ونحن مسرورون ده حال. نوع الحال هنا ايه؟ هقول لك حال جملة اسمية. ليه حال جملة اسمية يا مستر؟ هقول لك يا سيدي امسح دي كده خالص وشوف الايه وشوف الجملة عندك. ونحن مسرورون جملة اسمية ولا جملة فعلية؟ جملة اسمية يا مستر. طيب هنعربها اعراب ايه بقى؟ ونحن مسرورون هتعربها كالتالي: الجملة الاسمية في محل نصب حال. الجملة الاسمية في محل نصب حال. طيب وفين الرابط؟ الرابط هنا موجود عندي الاثنين، الواو ونحن، الضمير اللي هو الضمير البارز وعندي واو. طيب خلي بالك لان ساعات ممكن يقول لك اعرب لي نحن بس ويجي يقول لك اعرب لي مسرورون لوحدهم. كده احنا عارفين ان لما هتكون الجمله كلها كامله هتعربها ايه الجمله؟ والله لو موجوده الجمله الاسميه في محل نصب حال. بس هو بقى مستسك عايزك تعرب نحن لوحدها ومسرورون لوحدها. هتعربها ايه يا سيدي؟ هقول لك مش دي جمله اسميه؟ ايوه. الجمله الاسميه هنا عندي مكونه من ايه؟ من مبتدا وخبر. طيب يبقى نحن هنا يتعرب ضمير مبني في محل رفع مبتدا، ومسرورون خبر مرفوع بالواو. ليه خبر مرفوع بالواو؟ قال له يا سيدي الكل مش احنا قلنا ان الجمله الاسميه مكونه من مبتدا وخبر؟ ادي المبتدا وادي الخبر. والجمله الاسميه في محل نصب حال. بالله عليك خليك فاكرها لان ده الاعراب الصح ليها. طيب بص يا سيدي، ساعات بيجي يعمل لك كده، تعالى كده تعالى اما نظبط الدنيا واقول لك ايه اللي بيتم. بص يا سيدي، ساعات بيعمل لك كده ويقول لك بين الخطأ فين. ازاي بقى مصر؟ بيجي يقول لك يقول لك عدنا من السفر ونحن مسرورين بنفس الشكل اللي انا جايبها لك كده، ويجي يقول لك صوب الخطأ.
ويقول لك صواب الايه؟ الخطا. عاد ايه؟ عدنا من الرحله ونحن مسرورين. الطالب الفزلوكه اللي مش متذاكر كويس يجي يقول لي الرحله يا مستر نشيل من عليها النقطتين. ايه العلاقه؟ الغلط في كده يعني؟ طيب يا مستر عدنا النون نكبرها شويه، ده الغلط. تكبر ايه يا ابني؟ طب يا مستر نحن بلاش نمسح الواو. انت بتقول اي كلام، انت بتقول ده اي كلام، بتقول ده هوا. اما يا مستر ايه الغلط هنا؟ يقوم قايل لي بص بقى، يقوم برضه مشغل دماغه يقول لي يا مستر خلاص انا عرفت الغلط. هيقول لي هنا المفروض ونحن مسرورون. هقول له جدع حلو، ونحن مسرورون صح. ويجي بقى السؤال اللي ينكد على الطالب، بقول له ليه عملتها كده؟ يقول لي عشان احلى، عشان اشيك، علشان الواو بحب احط الواو. ما تلاقيش عنده اي اجابه. هقول له مش ده حال جمله اسميه؟ ايوه يا مستر حال جمله اسميه. حال الجمله الاسميه بيكون عندي مبتدا وبيكون مكون عندي من الخبر. بذمتك يا شيخ ينفع يكون عندي الخبر مرفوع بالياء؟ هو في رفع بالياء؟ تقول لي لا يا مستر علشان دي كده تبقى مبتدا ودي كده تبقى خبر. اوكي تعالى يا سيدي عندي اما نخش نشوف حال شبه الجمله. بسم الله بسم الله. فين يلا يا سيدي. حال شبه الجمله عندي، حال شبه الجمله يا معالي الباشا بيكون مكون من حاجتين. يا اما عندي الحال بيكون ظرف فقط، يا اما بيكون عندي جار ومجرور. ده كده اللي هو الحال عندي. تمام. حال شبه الجمله عامل زي خبر شبه الجمله اللي انت خدته في 6 ابتدائي. بيكون عباره عن ايه ولا؟ هتقول لي والله بيكون عباره عن جمله الظرف بس. يا اما عندي جار ومجرور، يعني ممكن يكون امام خلفي بجانب على مش على اسف، يعني ممكن تكون فوق وتحت بجانب، ممكن تكون اي صباحا وهكذا. تمام. فركز معايا الظرف بس، يا اما بتكون مكونه من ظرف يا اما جار ومجرور. ده ايه؟ ده هنا عندي الشبه الجمله. وطبعا لازم يكون يا اخي انزل، لازم يكون عندي قبله معرفه. بص كده معايا. رايت الكتاب فوق المنضده. هنا تعالى اما نسخن كده حال. كيف رايت الكتاب؟ هتقول لي رايت الكتاب فوق. لا يا مستر ما اقولش فوق المنضده، بالله عليك. هو انا قلت دلوقتي الظرف والكلمه اللي بعده ولا قلت الظرف بس؟ ايوه يا مستر انت قلت الظرف بس. خلاص يبقى كلمه الظرف اللي هي فوق، اللي هي كلمه ايه؟ فوق يا سيدي. طيب فوق هنا ظرف. طيب يبقى هنا قبله معرفه. نتاكد، اسال كده. نسال ايه؟ ما خلاص احنا سالنا بكيف. طيب هنا فوق هيكون نوع الحال ايه؟ شبه الجمله، وشبه الجمله ما فيهاش اي روابط. خلاص كده خلصت. طيب نعرف فوق ايه؟ هنعرف فوق ايه؟ زي ما علمتك، شبه الجمله في محل نصب حال. شبه الجمله في محل نصب حال. تمام يا غالي؟ طيب تعالى كده اما نشوف عندنا الدنيا ونكمل الباقي. قال لك ناخد كمان مثال كده. عاد الطالب الى بيته بعد الظهر. كيف عاد الطالب الى بيته؟ هتقول لي بعد الظهر؟ لا، بعد بس، قبله معرفه، حال شبه جمله، وشبه الجمله في محل نصب حال. طيب استيقظت من النوم بنشاط. كيف استيقظت من النوم؟ هتقول لي استيقظت من النوم بنشاط. طيب نوع الحال هنا ايه؟ جر ومجرور. هيبقى شبه ايه؟ شبه جمله وقبله معرفه، وشبه الجمله في محل نصب حال. خلي بالك علشان في بعض الكلمات بقى عندنا بتعرب حال على طول اوتوماتيك. انا اول ما اشوفهم، شايف الكلمات دي يا باشا اهو، بص كده متع عينك وشوف. قال لك عندي كلمه معا، اول ما بشوفها حال، حال على طول من غير ما افكر. معا وجميعا وسويا وقاطبة وهنا ووحدة، وعندك اولا وثانيا وثالثا ورابعا وهكذا، وعوضا وبدلا. بتتعرب ايه؟ كل دول انا اول ما بشوفهم في القطعة ما بفكرش، حال وانا حال على طول. تمام. وبرضو عندي بيتعدد الحال. يعني ايه بيتعدد الحال؟ يعني ممكن يجي حال واثنين وثلاثة واربعة في الجملة. زي عاد القائد.
كيف عاد القائد؟ هتقول لي عاد القائد منتصرا، حال منصوب بالفتحه. ايه ده؟ وبعده كلمه ضاحكا. قال لا، هي ضاحكا دي هتتعرب ايه؟ قال لا انت تاني، هو حضر القائد وكان حاله ايه؟ ضاحكا، حال. وممكن اقول لك منتصرا ضاحكا فخورا، حال. هقول لك والله منتصرا ضاحكا فخورا سعيدا، حال. تمام. كل دول يا معالي الباشا يتعربوا حال عندي، مفيش اي مشكله. ليه؟ لان الحال عندي بيتعدد. اوكي، فهمت كل حاجه تمام ووصلت لك؟ طيب يا سيدي، اتمنى تكون فهمت الدرس، اتمنى تكون فهمت المراجعه كلها بتاعت النحو، وكل حاجه وصلت لك وكل معلومه انت فهمتها. طبعا لو احتجت حاجه، هو في الرقم بتاعي بيظهر وبيختفي كده على طول. لو عايز PDF دي ممكن تتبعت لك على الواتساب على طول، ابعت لي بس الرقم على الواتساب من تحت وانا عنالي تشوف اللي انت عايزه وانا هساعدك فيه. متنساش تعمل لايك واشتراك في القناه، تعمل اللي هو انضمام في الجروب عندنا بتاع الواتساب، هتلاقي كل حاجه بتنزل لك عليه اول باول. اتمنى تكون فهمت كل حاجه وكل حاجه وصلك. اشوفك باذن الله السنه اللي جايه، اشوفك باذن الله لما تكون في تانية اعدادي كده ونجحت وفرحانين بنجاحك باذن الله. كان معك استاذ عبد الله عواد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.